الكومنت ده لقيته مكتوب لي في فيديو كنت باتكلم فيه على مسلسل كارثة طبيعية. ده الحلول اتصدم، انت ازاي جالك قلب تكتبي الكومنت ده وان دلوقتي بيتم اكتشاف حمزة العيلي؟ انت معانا؟ حمزة العيلي ده نجم من زمان، وانا قلت لكم قبل كده ما يكفيهوش ان انا اعمل له فيديو واحد، ده عايز سلسلة فيديوهات. ده في سنة 2011 شفناه في اكس لارج مع شريف عرفة في دور الشيخ كرم، كان مكسر الدنيا وما نعرفش لحد دلوقتي الشيخ كرم كان بيعمل ايه وهو صغير. الا دور مسكر في ابن حلال، دور عبقري. شفناه برضه في دكتور شرارة في الكبير قوي، كان مغير صوته وطريقته وكان صريخ ضحك. المسلسل الاصلي برضه كان دوره تحفه. ولا بقى البشاميلا في المسلسل بتاع خالد نور وولده نور خالد، كنا بنقع كده في المشاهد بتاعته دي من الضحك. يا جماعه عبقري مش طبيعي، كان احلى واحد يعمل الشرير في رساله الامام مع خالد النبوي، وخد جايزه افضل ممثل دور تاني، برضه مثل مع خالد النبوي تاني في سبع ارواح. اما بقى الشيف حسن في مطعم الحبايب فده الشرير اللي انت لازم تحبه. ولا الرعب اللي كان معيشنا فيه لما عمل موت في المداح. ولا جملته اللي لزقت في دماغنا طول رمضان: روحي فدا، في مسلسل النص. المشهد اللي عمله هنا ده في اخر المسلسل لما اتجنن، والله العظيم ده لازم يتدرس. وفي نفس رمضان يطلع بشخصية التمساح في فهد البطل، كمية شر مطلق. صاحب صاحبه الجدع شوقي في كارثة طبيعية، ونجح وكسر الدنيا. طبعا حمزة العيلي من اكتر الممثلين اللي انا بحبهم جدا، وبشوف ان هو في حتة لوحده كده ما فيش حد ينفع ينافسه فيها. حمزة العيلي برضو الوحيد اللي ممكن ازاحم كده عشان اخد بس صورة معاه.